هلو ليديز، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو البنات. اليوم جيتكم بفيديو جديده كما راكم تشوفوا. راح نحكيو فيها اكثر على التنظيم في المطبخ، بما انه بزاف بنات طلبوا مني في الانستغرام، قالوا لي بما انك عامله كيفاش راكي تقدري تنسقي ما بين المطبخ وما بين الخدمه نتاعك، وكيفاش راكي طيبي وكيفاش راكي تنظمي في امورك، ورينا. فحبيت يعني ندير لكم هذا الفيديو، يعني نختصر لكم فيها لو ماكسيموم كيفاش راني طريقتي انا في ترتيب وتنظيم المطبخ نتاعي، ولا يعني بالخصوص اكثر المصروف نتاعي كيفاش راني ننظم فيه. فهمتوا البنات؟ قبل ما تبداو لا فيديو فقط نذكركم ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي راهم جدد على القناه، ويعني فعلوا الجرس باش يوصلكم كامل 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 الفيديو نتاعي. وما تنساوش ايضا باش تتابعوني في الانستغرام، اني نحط لكم من تحت زاد تيغي ليدي تيغي ستايل. اوكي البنات، المهم اول حاجه رحت ندور شويه باش قضيت. انا في العاده نقضي مصروف شهري، يعني ما نحبش هذيك تاع كل يوم نخرج ونشري حاجه، ما نحبهاش. نحب نصرف يعني مصروف شهري. دي فوا يعني يبقاو لي حوايج ما نشريهمش، ونشري واش راه خاصني. فهمتوا؟ نشري بالكونتيتي، يعني كما قلت لكم تاع شهر هكذا باش نتهنى. اوكي، فقط كاين حوايج ما نشريهمش شهريا باسكو يخسروا كيما الاجبان، ما نحبش نشري كونتيتي كبيره، يعني نشري قيس روحي فقط. المهم البنات، هذو هما الحوايج اللي شريتهم. راح نبدا بالخضره. اول حاجه نوريكم كيفاش تقدروا تحتفظوا بالخضره نتاعكم، كيفاش تقدروا تخبوها في الفريجيدار يعني لاقصى مده ممكنه. يعني على بالي كاين بزاف عرايس جدد وما يعرفوش يعني اول مره يدخلوا الكوزينه وجامي ما يعني تلاحوا للخضره ومنا المسؤوليه هذه. دائما كي نكونوا يعني قبل الزواج حنا البنات الامهات نتاعنا هما اللي يديروا كلش. دي فوا صح نطيبوا كلش منا، مي باش نخبي الخضره ونقطع ونديروا منا هذه الصوالح ما نعرفوهاش حتى ندخلوا في المسؤوليه مليح مليح. المهم حكمت الفلفل والكورجات نتاعي درتهم في اكياس بلاستيكيه كما راكم تشوفوا. يعني انا نشري الخضره قيس سمانه خضره، ما نشريش بالشهر، الا اذا لقيت حاجه يعني رخيصه ولا هذيك صح نقدر نغتنم الفرصه. كيما طماطم لقيتها انا رخيصه، شريت 3 كيلو، درت حوالي كيلو ولا رطل هكذاك في صاجي، خليتها سلطه ولا كش مع حاجه. والاخرى راح نخدمها صوص طوماط، بما اني انا نخدم بزاف المملحات ويعني عايشين غير بيهم، لي بيتزا ومنه دائما نخدموهم، فنسحق صوص طوماط دائما. خبيتهم باش نديرهم يعني نلقى لاصوص ديجا تكون واجده. هذه من بين الحيل دائما كي يكون عندكم الطماطم اخدموا صوص طوماط، وجدوها باش كي تجي طيبي، بما انك عامله تجي طيبي تلقي لاصوص ديجا واجده، تتهني من الماء نتاع لاصوص، تتهني من الوقت هذاك اللي تخدمي فيه لاصوص، تقشري فيه طماطم ومنه ومنه تتهني. فهمتي؟ تلقي سما واجده تخدمي برك لاباط نتاعك. اوكي، هذه حيله من الحيل. أه بالنسبه للحشاوش، انا شريت الكزبر فقط، درت النص نتاعو في بواط مونجي، والنص الاخر كما راكم تشوفوا في الفيديو درتو في بابي وغلفته بكيس بلاستيكي. هاوليكم بديت به هو الاول، ومن بعد درت البواط مونجي هو الثاني. بما انه الرطه تكون شويه كبيره ما حبيتش نحشرها كامل في البواط مونجي لانه راح تطلق الماء وتخسر. والزيتون ثاني درتو في بواط مونجي هكذا. بالنسبة للحبوب البنات، أنا هنا شريت الحمص وشريت اللوبيا باسكو العدس كان ديجا عندي ما حبيتش نشري، ديجا عندي شوية ياسر عليا. الحبوب البنات نشمخهم في الماء، مي ما نشمخش البواط كاملة، نشبخ يعني حوالي نص علبة فقط، نشمخها تكون واجدة هكذا باش إذا جاني ضيف والله ديريكتومون نطيب تكون ديجا راهي مشمخة عندي. فهمتوا؟ برك نطيب. لهنا اللوبيا ثاني فرغت نصها في العلبة اللي راح نخبيها، والنص الاخر خليته باش نشمخه. جيبوا اي علب عندكم البنات باش تخزنوا فيهم هاد الحوايج، يعني ماشي لازم علبة سبيسيال ولا لازم تشري ولا عادي. انا عندي هذيك العلب تاع العسل، عسل تاع المرجان، نخبي فيهم نلمهم باش نخبي فيهم الحوايج. كيما هنا اللحظة فرغتها فيها، نص نديرو في العلبة للاستعمال اليومي، والنص الاخر نديرو في هذه العلبه باش نخبيه. فهمتوني البنات؟
هكذا باش يكون لكم كلش مرتب وكلش يعني يكون واضح، ماشي في الأكياس ساعات تسيح ساعات من العلبة تكون مغلوقة أحسن. فهمتوا؟ هنايا الفلفل تاع القناوة راني درتو فيه العلبة الزجاجية، يعني يكون أحسن من البلاستيك. ولكن إذا كان ما عندكمش نورمال تقدروا ديروه في تاع البلاستيك. فهمتوا؟ كاينه ثاني هذه الحيله البنات تاع المساك، اذا كان ما عندكش علبه ساشي كي تفتحيها سكريها بالمساك تاع الحوايج، هكذا باش ما تضمني ما يدخل لك ليها حتى حاجه. سباغيتي ثاني قطعتها ديجا، شوفوا كيفاه قطعتها وهي واجده للاستعمال ديريكتومون نستعملها. فهمتوني البنات؟ ما دارش نقطع خضره واحده اخرى ولا نحلف الساشي ولا منها. فهمتوا؟ هاد الحوايج هذه هي اللي تختصر عليك الوقت. بالك تشوفيها فيها حاجه بسيطه ولكن صدقيني راها تختصر عليك بزاف تاع الوقت. كما انا اغلبيه الوقت العشاء نتاعي نبداه برسك المغرب او يأذن وانا نطيب في العشاء. ما تلقيش يعني حوالي نص ساعه راني مطيبه عشايا. علاه؟ باسكو راني ديجا دايره تجهيز مسبق لاغلب الحوايج، راني مجهزه كلش، زعما غير نبريباري. فهمتوا؟ بالنسبه للاجبان كما قلت لكم انا ما نشريش كونتيتي كبيره، نشري يعني قيمه 15,000 20,000 هكذا تكفيني. ما نحبش نخليها في الفريجيدير مده طويله باسكو تخسر. فهمتوا؟ من الاحسن نشري بالكونتيتي صغيره هكذا نضمنها يعني تبقى لي اكبر مده ممكنه. كيما هنا الجبن برشتو انا شريته، ما نحبش نشري المبروش باسكو غالي المبروش، علاش ما نجيبوش للدار ونبرشو وحدي احسن. هكذا ونديرو في بواط مونجي ثاني عادي. بصح البنات كاينه حاجه، كي تكونوا تخبوا فيه ما تبقاوش ترصوا فيه في لابواط مونجي، ما تضغطوش عليه. فهمتوا؟ يعني ديروه عادي شغل خلوه مهوي، باسكو اذا ضغطتوا عليه راح يخسر معاكم، يطلق لكم ريحه مش مليحه ويخسر. اوكي. بالنسبه للطون خلوا عليه في العلبه نتاعو، جامي ما تفتحوه. كاين بزاف يشرو العلبه الكبيره تاع الطون ويفتحوها ويديروها في بواط مونجي، نو هذا غلط. من الاحسن تشرو هاد العلب الصغيره باش ديريكتومون للاستعمال. وبالنسبه للكاطو هنا البنات ثاني ماذا بيا تخلوه في العلبه، مي اذا فتحتوا العلبه ديروها في علبه زجاجيه هكذا باش تبقى محافظه على القرمشه نتاعها. اذا فتحتيها وخليتيها هكذا معرضه للهواء القرمشه هذيك راح تروح. بالنسبه للبنات للمواد الجافه حطيتها كامل في سليله كما راكم تشوفوا والى البلاكار ديريكت. فهمتوا البنات؟ هكذا باش يكون كلش مرتب ومنظم. كي نحتاج نجبد برك هذيك السله يكون كلش واضح بالنسبه ليا، ما نبقاش نتعافر مع الاكياس وهذا تاعج وهذا تاعج ووحده تسيح ووحده. فهمتوا؟ هكذا كلش مرتب خير. مام الخضره البنات ديروهم في منظمات، الحمد لله راهم يتباعوا دركا. حطوا يعني خضره ولا زوج مع بعضهم في منظم واحد، هكذا يكون كلش واضح بالنسبه لكم وتترتب حياتكم وتختصروا الوقت لاقصى درجه ممكنه. المهم البنات هنا نكون وصلنا للختام تاع الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم. حبكم بزاف، تهلاو في روحكم، باي.